اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم عن واحد من اكتر المواضيع اللي عليها جدل في طب الاطفال وهو فيتامين د. كل يوم تقريبا بيجيني سؤال في العياده: ادي ابني فيتامين د ولا لا؟ طب احلل؟ طب اطمن ازاي؟ طب يا دكتور هو نقص فيتامين د ده بيسبب الم في رجلين الطفل؟ طب هو ليه في اطفال كتير عندهم نقص دلوقتي؟ وللاسف في معلومات كتير غلط منتشره، في جرعات بتتاخد بشكل مبالغ فيه، وفي مكملات بتتاخد بدون داعي، وفي نفس الوقت في اطفال محتاجين فيتامين دي فعلا وما بياخدوش الجرعه الصح. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن ايه هو دور فيتامين د الحقيقي في جسم الطفل، ايه علامات نقصه اللي بجد مش اللي بنفتكرها غلط، امتى نحلل، وايه الجرعات الصحيحه حسب العمر، واشهر الاخطاء اللي لازم نتجنبها، وامتى يكون نقص فيتامين د ده مجرد سطح المشكله مش اصل المشكله نفسها. يلا بينا نبدا. مبدئيا ليه فيتامين د مهم؟ فيتامين د ده مش مجرد فيتامين، هو فعليا زي ما يكون هرمون. هو بيأثر على امتصاص الكالسيوم، قوة العظام، قوة العضلات، المناعة بتاعت الطفل، التركيز والنوم والمزاج عند الأطفال. والطفل اللي عنده نقص فيتامين د فعلا مخه وعضلاته وعظامه كلهم بيتأثروا. فيتامين د ده مش رفاهية، ده واحد من أساسيات النمو عند الأطفال. طيب نروح للسؤال اللي الأمهات دايما بيسألوه: ايه هي اعراض نقص فيتامين د عند الاطفال؟ الاعراض الحقيقيه. كتير جدا من الاهالي بيربطوا اي الم او اي تاخر في نمو الطفل بنقص فيتامين د، لكن الحقيقه ان مش كل الاعراض ليها علاقه بيه. الاعراض اللي فعلا ليها علاقه بفيتامين د هي اولا تاخر المشي او ضعف العضلات. الام تيجي تقول لي ابني بيقوم متاخر من على الارض، يعني عضلات رجليه ضعيفه، ده فعلا ممكن يكون نقص فيتامين د. لو في الم متكرر في الرجلين خصوصا بالليل، بس بشرط يكون الطفل طبيعي في باقي فحصه، مفيش علامات تانية لمرض تاني. تالت حاجة تأخر الأسنان، مش دايما ولكن ده ممكن يحصل. 4 التعرق الزائد في الرأس أثناء النوم، ده واحد من أشهر العلامات عند الأطفال. 5 لين العظام أو الريكتس، وده الشكل الشديد من نقص فيتامين د، بيظهر في انحناء الساقين وتأخر الجلوس والمشي. ونمرة 6 ضعف المناعة بشكل بسيط، مش نزلات البرد نفسها، ولكن بيبقى الطفل عنده قابلية أعلى للعدوى. أما بقى باقي الأعراض اللي ملاش علاقة بنقص فيتامين د لكن الأمهات فاكرين إنها منه، زي الأرق، ضعف الشهية، العصبية، فقدان الوزن، تأخر الكلام، كل الحاجات دي ما هياش بسبب نقص فيتامين د. طيب امتى نحلل يا دكتور؟ هل كل طفل لازم يعمل تحليل لنسبة فيتامين د في الدم؟ مش كل طفل محتاج تحليل، ولكن في الحقيقة ان تحاليل فيتامين د للأسف بتتعمل زيادة عن اللزوم، وده اللي بيعمل قلق على الفاضي. طبيا بنعمل التحليل ده في 4 حالات فقط: طفل عنده اعراض نقص واضحه زي الم الرجلين، تاخر المشي، ضعف العضلات، او طفل عنده مرض مزمن بيسبب سوء امتصاص زي امراض الامعاء، حساسيه القمح، الالتهابات المزمنه، طفل ما بياخدش اي فيتامين د خالص وما بيتعرضش للشمس خصوصا لو بشرته غامقه، ولو شكينا طبعا في لين العظام او الريكتس، هنا يبقى التحليل مهم جدا. غير كده مفيش داعي نعمل تحليل لكل طفل لمجرد الاطمئنان. طيب لو فعلا الطفل محتاج فيتامين د، ايه هي الجرعة الصح؟ هنقسمها حسب العمر، ومن الولادة لحد سن سنة الطفل محتاج 400 وحدة يوميا، ولو بيرضع طبيعي بالذات لازم ياخدها بانتظام. من سن سنة ل3 سنين من 400 ل 600 وحدة يوميا حسب الأكل طبعا ونسبة التعرض للشمس. ومن 4 سنين لحد سن المراهقة من 600 ل 1000 وحدة يوميا، خصوصا لو الطفل ما بيتحركش كتير أو قليل التعرض للشمس. طبعا ساعات بنحتاج جرعات علاجية أعلى لو نسب الفيتامين د في الدم أقل من الطبيعي، ممكن توصل ل 2000 وحدة يوميا، ولكن ده بيبقى لفترة محددة ولازم تكون تحت إشراف الطبيب. وبالتالي ممنوع تماما من نفسك تدي حقن فيتامين د القوية أو الجرعات الأسبوعية الكبيرة، لأنها ممكن تعمل تسمم وممكن تأذي الكلى. وده ياخدنا لجزء مهم جدا، وهو ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها الاهالي مع فيتامين د، واولها الجرعه العاليه جدا. في ناس بتدي الطفل 5000 وحده او 10000 وحده، وده بدون داعي طبي وبدون اشراف طبيب، خطر جدا، وزي ما قلنا ممكن يأذي الكلى. نمره 2 الاعتقاد ان فيتامين د بيعالج اي الم في عظام الطفل. لا، فيتامين د ده جزء صغير من الصوره. 3 ان الناس بتوقف المكمل اللي هو فيتامين د بمجرد ما الطفل يمشي، مع ان جسمه محتاجه طول فترة الطفولة. زي ما قلنا الاعتماد على التعرض للشمس بس للأسف
الموضوع دلوقتي غير زمان، وقت التعرض للشمس قليل، وفي كريمات الناس بتحطها علشان تمنع الامتصاص، وده طبيعي طبعا لان كتر التعرض للشمس ممكن يسبب امراض تانية فيها مشكلة. خامسا، استخدام منتجات غير موثوقه من الحاجات الاونلاين، في منتجات تركيزها غلط، لو الطفل اخد زياده ممكن يحصل له تسمم فيتامين د. ونسيان دور الكالسيوم مع فيتامين د، الطفل محتاج الاثنين مع بعض، فيتامين د لوحده ما يكفيش. وعلشان كده في نقطه مهمه جدا لازم انبه عليها، وهي ان اوقات نقص فيتامين د بيكون عرض مش هو المشكله نفسها. يعني في اطفال بيتاخروا في المشي وبيظهر عندهم نقص بسيط في فيتامين د، لما نعمل تحليل الناس تفتكر ان نقصه السبب، ولكن الحقيقه ممكن يكون الطفل عنده مشكله هي اللي مسببه له انه وزنه قليل او نموه ضعيف او عنده ضعف في العضلات او عنده ديلي او تاخر بسيط في التطور او حساسيه قمح مش متشخصه او سوء تغذيه او نشاطه البدني قليل. هنا ده دور دكتور الاطفال ان هو يعرف الصوره كامله مش نتيجه التحليل بس. في النهايه يا جماعه فيتامين د مهم جدا، لكن استخدامه لازم يكون بعلم، بجرعه صح، وبعد تقييم مظبوط من دكتور الاطفال. ما هو مش كل الم هو نقص فيتامين د، ومش كل طفل محتاج تحليل، ومش كل جرعه هي جرعه امنه لمجرد انها فيتامين. اهم حاجه ان الدكتور يشوف الطفل كله مش مجرد رقم في ورقه. ولو استفدتوا من الحلقه شاركوها مع اي اب او اي ام عندهم طفل صغير، علشان الوعي الصح دايما احسن من العلاج، بالذات لو كان متاخر. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصلكم حلقاتنا الجديده اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.